ازاي بربح اكتر من 20,000 جنيه في الشهر بدون ما ادخل في اي منصات مشبوهه؟ انا داخل في منصات حكوميه تبع الرقابه ولها سجل تجاري ولها كل التفاصيل دي اللي انا هتكلم عنها النهارده ان شاء الله باذن الله. جايب لكم النهارده 4 مواقع انا بربح من خلالها اكتر من 20,000 جنيه في الشهر. هقول لك ازاي تربح منهم ان شاء الله، وغير كده كمان انا هساعدك باذن الله تدخل فيها، وهساعدك بشكل كبير جدا جدا لحد باذن الله ما ترجع تكتب لي في التعليقات خلال اسبوع واحد بس هخليك تربح ان شاء الله، وترجع في التعليقات تحت تكتب لي تقول لي شكرا، فعلا الطريقه اللي انت قلتها لي امنه وحلال، وغير كده كمان تبع الرقابه الحكوميه المصريه، وتشكرني ان شاء الله. وانا بالنسبه لي اتمنى لك التوفيق والنجاح في كل حاجه. وغير كده كمان في الناس اللي حابه ان هي يبقى لها دخل اسبوعي بسيط من ابلكيشن، هقول لك النهارده كمان على 2 ابلكيشن مصريين تبع الرقابه الاداريه ومرخصه ومسجله كمان في الرقابه الاداريه، تربح من خلالها كل اسبوع تحط مبلغ بسيط، وهقول لك ازاي كل التفاصيل، وهقول لك ازاي تسحب، وغير كده كمان هقول لك ازاي تسجل، وهقول لك كل التفاصيل عنها، وهديك بالدليل ان هم تبع الرقابه المصريه وتبع الحكومه ولا سجل تجاري كمان. وغير كده كمان الابلكيشن هتكلم عنهم كمان دول لهم ابلكيشن على جوجل بلاي وابل ستور، يعني امنه بنسبه مليون في الميه ان شاء الله. ولكن هبدا اول حاجه معاكم مع المواقع اللي قدرت من خلالها اربح بشكل كويس جدا جدا اكتر من 20,000 جنيه، وده للناس اللي حابه تشتغل اكتر وتستثمر اكتر، والناس اللي حابه تحط مبلغ بسيط تقدر من خلاله كل اسبوع يجي لها ربح اسبوعي او شهري كمان. هقول لك ازاي تقدر تربح ان شاء الله من 2 ابلكيشن، وهقول لك ازاي تسجل، وهقول لك كل التفاصيل عنهم ان شاء الله. نبدا مع بعض باول 4 مواقع انا بربح من خلالهم اكتر من 20,000 جنيه في الشهر. يلا مع بعض نبدا الحلقه. اول موقع معايا وهو موقع ريموتلي. الموقع ده من المواقع اللي ثبتت مصداقيتها على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، وموقع مرخص تبع الرقابه المصريه كمان، وله شركه رسميه في مدينه نصر من خلالها تقدر تبحث عنه. الموقع ده عباره عن ايه بقى؟ موقع ريموتلي ده هو موقع عباره عن ان انت بيطلب منك انت بتحب ايه، بتحب اي مجال عايز تقدر تبدع فيه. مثلا بتحب ان انت بتعرف تلخص مثلا ايميلات، هيوديك مثلا ايميلات كل يوم تقدر تلخصها وبتاخد عليها ربح. طيب انت بتقدر تدير صفحه على السوشيال ميديا، هيدي لك صفحات على السوشيال ميديا تقدر تديرها كويس وتعمل لها جدوله بالمنشورات اللي بتنزل كل اسبوع او كل يوم على حسب بقى المنشورات اللي بتطلب منك ايه، وتبدا تتابع السوشيال ميديا بتاعتك دي انت بتتابعها بقى وبتعمل فيها منشورات والكلام من ده، وبتديك ربح دخلي شهري كل شهر. غير كده كمان انت مثلا بتحب الكتابه، خطك حلو، بتدوك حاجات تقدر تكتبها وتعملها بصيغه PDF وتبعتها له. كلها حاجات سهله جدا جدا. الموقع ده لو انت حبيت الموقع ده او عايز تتعمق فيه بنسبه 100%، اكتب لي في التعليقات تحت وانا هبعت لك كل التفاصيل على جروب التليجرام ان شاء الله، وهقول لك التفاصيل كلها. ده لو انت حبيت المجال ده في الموقع ده، موقع ريموتلي كويس جدا جدا. الموقع رقم 2 موقع فود. لو انت بتحب الاكل او بتحب تطبخ بشكل كويس جدا ولكن ما عندكش امكانيات ان انت تدفع فلوس بقى انك تجيب اكل والكلام من ده، ولو عندك فلوس مفيش حد بيشتري منك، لا، الموقع ده بيقول لك احنا هنمولك كل اسبوع، ندي لك مبلغ وهندي لك قائمه بالاكل اللي انت تعمله كل اسبوع، ونقول لك توديه فين او حد هيجي ياخده منك. موقع سهل جدا جدا وجميل جدا جدا. انا شخصيا في ناس كتيره اعرفها شغاله فيها ورجاله كمان، وكمان بنات لسه في الجامعه، ما شاء الله ما شاء الله. موقع كويس جدا جدا وبيديك ربح خيالي. انت بقى كل ما تطور اكتر في الاكل كل ما ربحك بيزيد اكتر. لو انت ست بيت او حاجه وعايزه حد يعني بتعرف تطبخ كويس، الموقع ده هيمول لك الفلوس وهيقول لك على الاكلات اللي تعمليها، وهم اللي بياخدوها منك بقى او توديها في مكان معين هم بيطلبوها منك. لو انت حبيت الموقع ده اكتب لي برضك وانا هقول لك كل التفاصيل عنه. موقع رقم 3 هو موقع 5 خمسات. الموقع ده لو انت شخص بتحب التصاميم، عندك خيال في فكرة فستان بتقدر تصممه صح، تعرف تعمل صمنيل اللي هي صور مصغرة، كل حاجة تبع التصاميم، او بتعرف ترسم كويس، بترسم بورتريه او اي حاجة من الحاجات دي كلها، او بتقدر تعمل اشغال يدوية بتقدر تعملها، الموقع ده هيمولك فلوس وتقدر من خلالها تعمل الحاجات دي، وهم كمان بيشتروا منك وبتربح ربح كويس جدا جدا. طيب دول المواقع لو انت عايز تستثمر بنسبة كبيرة، يعني تاخد ربح كبير كل شهر. ده المواقع اللي انا اتكلمت عنها، ده افضل المواقع واللي انا ان شاء الله هساعدك فيها بنسبة 100% لو انت حبيت تتعمق فيها. طيب ندخل بقى على الابلكيشن. لو انت حبيت تدعم مبلغ، اول ابلكيشن معانا هو بجنيه. الابلكيشن ده فكرته قايمه ان انت بتخش على الابلكيشن، بتختار اي حاجه عايز تسوق فيها، مثلا عايز تستثمر فيها مثلا ساعه، عقار، عجله، ادوات منزليه، بتبدا تدخل فيه وهقول لك ازاي تسجل فيه دلوقتي وازاي تربح منه ان شاء الله. يلا مع بعض بقى نخش على البرنامج كده على طول واقول لك ازاي تسجل فيه وازاي يعني فكرته قايمه ازاي تقدر تربح منه ان شاء الله. تعال نخش نشوف الموقع ده بيقول ايه.
طيب يا جماعة، انت مجرد بس ما بتبدأ تنزله من على جوجل بلاي او ابل ستور بينزل لك بالايقونة اللي انت شايفها دي قدامك كده، وبعد كده بيجي لك بقى اللغة اللي انت عايز تختارها، سواء عايز تختار اللغة العربية او حتى كمان اللغة الانجليزية. وبيجي لك بقى عايز تسجل ازاي، ممكن تسجل عن طريق تليفونك او ممكن عن طريق الفيسبوك او حتى كمان عن طريق جوجل. ممكن تسجل بقى على اي حاجة انت حاببها. طيب تعال نسجل مع بعض على طريق جوجل. زي ما انتم شايفين بتفتح كده الواجهة دي بعد ما بتسجل. بيجي لك بقى عبارة عن إيه؟ بيجي لك عبارة عن أجهزة عايز تشتريها، تكييفات، سماعات، أبل، أي حاجة. ممكن كمان تستثمر كمان في سيارات، ممكن كمان في أجهزة منزلية، ممكن كمان في إكسسوارات، نظارات، ساعات. ممكن كمان في زي ما أنت شايف حاجات كتيرة جدا جدا، وكمان أجهزة رياضية وأجهزة متنوعة. طيب تعالوا بقى نشوف كده العروض اللي احنا عندنا ايه اللي انت تقدر تستثمر من خلالها فلوسك. زي ما انت شايف دي كل العروض اللي انت ممكن تستثمر من خلالها جزء من فلوسك. انت ممكن عايز تشتري اي حاجة، وده الملف الشخصي بتاعك. زي ما انت شايف عندك الصفحة الشخصية، وعندك عربة التسوق، وكمان عندك محفظتك والرسائل اللي ممكن تجيلك، وكمان الملف الشخصي. طيب تعال نشوف بقى انت عايز تستثمر ازاي. مثلا نيجي نفتح الساعة دي مثلا. انت مثلا عايز تستثمر فيها مثلا ب10 جنيه، يجي لك النسبة بتاعتك اللي انت شايفها قدامك، انت اشتركت بكام ونسبتك كام. عايز تشترك في اي حاجة، يعني انت بتشوف اي حاجة عايز تستثمر فيها فلوسك، وبتستثمر ان شاء الله لو ب10 جنيه او حتى بجنيه، يعني اي رقم عايز تستثمر فيه باي رقم. هو انت عندك دلوقتي 10 جنيه، ونسبتك جايه لك ازاي اللي انت تقدر تكسب من خلالها، او النسبه بتاعتك اللي انت ممكن تكسب من خلالها. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نشوف قائمة العملاء المختارين. دي القائمة اللي انت بتبقى يعني خلاص اشتركت فيها انت وكذا شخص من الناس. بيجيلك طبعا اسم المنتج، ما بيجيش اسمه علشان ايه الخصوصية والحاجات اللي زي كده. وبرضك هوضح لك ازاي برضك بيجيلك. وطبعا دي الرسايل والحاجات دي زي ما انت شايف تقدر تستثمر من خلالها اي مبلغ انت عايزه. تمام. بعد كده مثلا انت عايز تستثمر في السماعه ديت مثلا باي جزء، بتيجي تعمل اشتراك. طبعا القائمه الزرقاء دي يعتبر ان لسه الاستثمار بتاعها ما خلصش. مجرد ما الاستثمار بتاعها يكتمل انت كده فلوسك هتجيلك بقى، وبالنسبه بتاعتك زي ما انا اتكلمت في اول الحلقه. طيب انت مثلا عايز تشترك مثلا سي بجنيه، عايز تستثمر بس بأقل رقم عندك، هنقول جنيه مثلا. انت جات لك النسبة بالظبط. طبعا انت كل ما بتزود كل ما نسبتك بتزيد اكتر واكتر واكتر زي ما انت شايف. انت لازم يكون طبعا معاك فلوس في المحفظة عشان تقدر ان انت تشترك. يعني ان شاء الله لو بجنيه بس هتقدر تستثمر فيه جزء من يعني جزء من المكسب بيجي لك. وده قيمة الاشتراك بتاعتك بجنيه، وبتقول موافق. بعد كده بتسمع على طول في المحفظة بتاعتك ان انت تم اشتراكك في السماعة دي، وان نسبتك هتبقى عندك بالرقم اللي هو موضح عندك في التليفون. بعد كده مثلا انت حبيت ان انت عايز تستثمر تاني، او حبيت مثلا ان انت عايز تزود مثلا الاستثمار بتاعك تاني، بتدخل مرة تانية على السماعة برضو وتزود اللي انت عايز تزوده. يعني انت عايز تزود بقى اي حاجة، بقى اي رقم عايز تزوده تاني ممكن تزوده 2 جنيه مثلا. براحتك انت بقى، وتقوم عامل موافق ان انت زودت الاستثمار بتاعك. على طول هتقوم قايل لك تم الاشتراك، وهتسمع على طول في المحفظة بتاعتك. زي ما انت شايف كده دي المنتجات اللي انت ممكن تستثمر فيها جزء من فلوسك، وممكن تستثمر في عقار او كروت شحن او اي حاجة. وممكن ترتب بقى حسب. طبعا ده بقى لما تبقى عايز تبقى مشترك في اكتر من حاجة، بيجيلك الفلوس بقى على وشك الاكتمال، او عايز تستثمر في الاعلى في الاقل او احدث العروض. طبعا دي المحفظة بتاعتك. وانت طبعا لو انت عايز مثلا، لو قدر الله لا قدر الله الاستثمار بتاعك ما نجحش قوي، انت ممكن تسترد فلوسك مرة تانية. زي ما انت شايف بتسترد فلوسك، وبتجيلك بطريقة سهلة جدا جدا، بس بتخصم منها بس جنيه اشتراك. يعني البرنامج آمن بنسبة 100%، وله سجل تجاري وضريبة تجارية، وكمان مرخص من السجل التجاري تبع حكومة الإنترنت، مرخصة بيه، وله ابلكيشن وكل حاجة. ودي طرق الاسترداد. أو أنت عايز مثلا خلاص انت مش عايز تكمل مثلا في الاستثمار بتاعك ده، ممكن تسترد فلوسك بكل سهولة. وكمان ممكن كمان تتبرع لصديق مثلا بالفلوس ده عشان يخش البرنامج مثلا، او حاجة من الحاجات دي كلها. فهي حاجة سهلة جدا جدا وآمنة جدا جدا ومربحة بشكل كويس، وكمان فلوسها حلال. وديت مثلا عندك قائمة السحب اللي بيجيلك بالشكل ده. ده السحب كده، انت كده بالشكل ده بتسحب الفلوس بتاعتك بالمكسب بتاعك. حاجات كتيرة جدا جدا، وفي حاجات فتحت ممكن تستثمر فيها، ولسه في حاجات ما فتحتش. طبعا عايز تستثمر بشكل اكبر بقى، في عندك عقارات وسيارات هنبقى نتكلم عنها في حلقة تانية ان شاء الله. ولكن عايز تستثمر في تليفون مثلا برو ماكس مثلا، تبدأ تستثمر فيه، ومجرد ما يتباع انت بيجيلك النسبة بتاعتك. وكل ما يتباع كمان بنفس القيمة بتاعت التليفون ده بيجيلك نسبة كبيرة جدا من الأرباح.
يعني حاجة جميلة جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون مفيد لناس كتيرة جدا جدا. ده كان أول ابلكيشن معانا في الحلقة. موقع رقم 2 هو موقع ساندر. الموقع ده أثبت برضك إن هو موقع كويس جدا جدا وبرنامج كويس جدا. هو موقع وبرنامج كويس جدا جدا. فكرته قايمة برضك إن أنت بأي مبلغ تقدر تشتري سهم. فكرته قايمة زي البورصة المصرية ولكن بدون خسارة. أنت بتخش تشتري سهم وأنت بقى وحظك بقى بيرتفع بيعلى ولكن ما بتخسرش. تعال برضك نشوف الموقع ده بنسجل عليه إزاي وإزاي بنربح منه. طيب يا جماعة، زي ما أنا اتكلمت إزاي تقدر تشتري وتبيع أسهم في صندر وتكسب منها. هقول لك كل التفاصيل دلوقتي وإزاي تشتري وإزاي كمان تبيع. أول حاجة، التطبيق ده كويس جدا وتبع الرقابة المصرية والإدارية الحكومية، وتقدر من خلاله تقدر في محفظتك عن طريق برنامج أو أبلكيشن صندر. تعالوا بقى نشوف إحنا بنسجل إزاي. وطبعا زي ما أنا اتكلمت إن هو تابع للإدارة المصرية الحكومة المصرية، ومسجل كمان في السجل التجاري ليها. اول حاجه انت عندك ده الاستثمارات اللي انت بتبدا تشتري، عايز تشتري سهم او اي حاجه، ده بتبدا تعمل شراء من هنا. وعندك كيفيه الشراء، ممكن تبيع تشتري عن طريق محافظ نقديه زي فودافون كاش وكده، او عن طريق البنك. ممكن تضيف اي رقم انت عايز تستثمر فيه براحتك، محدد لك اي حاجه انت عايز تستثمر فيها براحتك، حتى لو عايز تستثمر في جنيه. وبتقدر تستثمر بأي حاجة، بتعمل لها شراء وتبدأ تستثمر وتحطها في صندوق الاستثمار اللي هو عندك. والاستثمار بيكون من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 ونص مساء، ديت المواعيد الرسمية. وبيقفل الاستثمار في العطلات الرسمية اللي هي يوم الجمعة. تمام، زي البورصة المصرية بالظبط، مفيش فيها أي اختلاف. طيب أنت إزاي بقى بتكسب؟ أنت أول حاجة بتشتري زي ما أنا اتكلمت عن طريق السوق زي ما أنت عايز عملة نقدية أو أي حاجة، بتعمل شراء لأسهم. وزي ما انا قلت لك، انت لو انت عايز تبدا تبيعهم، بتبيع بقى الاسهم في اي وقت انت عايزه في المواعيد اللي انا اتكلمت عنها. وتبدا تعمل بقى متقدم هنا، ويجي لك بقى اي حد عايز يشتري منك السهم ده. زي ما انت شايف، انت ممكن تحط رقم زي ده بتكسب 244 الف في في حاجه بسيطه جدا جدا. ممكن تبيعه في يومك، في يوم واحد عادي، تبيعه في يومين انت وراحتك. وعايز تبيعه زي ما انا اتكلمت دلوقتي بتبيعه كده. وبتحدد بقى انت عايز تبيعه على ايه، يعني يجيلك الفلوس على ايه بالظبط اللي انت بتكسبها. وهكذا بقى تقدر تشتري اسهم وتبيع. وطبعا عندك الحاجات اللي انت عايز تقدر تشتري من خلالها او تبيع من خلالها، بيجيلك على المحافظ دي. ده عبارة عن بكل بساطة عن برنامج ساندر. ممكن تشتري أي سهم وتبيعه في نفس اليوم براحتك. ولكن في نفس اليوم دي بتختلف شوية، وهو بقول لك ازاي لو انت حبيت ان انت تعرف يعني ازاي. انت بيبقى عندك صلاحية لان انت تبيع السهم امتى، ميعاد محدد كده، صالح لمدة يوم، وتاريخه كمان من تاريخه. وبس كده انت بتقدر تشتري سهم وتبيعه براحتك. انت بقى وراحتك بقى، عايز تبيعه بعد يوم بعد اسبوع، ليك صلاحية معينة كده انت بتمشي عليها. ببساطة ده برنامج ثاندر اللي هو ابلكيشن كويس جدا وتبع الرقابة المصرية. دول اتنين ابلكيشن ما شاء الله اثبتوا وجودهم واثبتت مصداقيتهم خلال الفترات اللي فاتت، والناس كتير بتربح منها. وكمان المواقع اللي انا اتكلمت عنها في اول الحلقة مواقع امنة بنسبة 100%. وغير كده كمان كل اللي انا اتكلمت عنه دول فلوس حلال، انت بتعمل مجهود عشان توصل للفلوس دي. فلوس كبيرة جدا جدا وبمجهود، ولكن ربنا بيرزقك بمبلغ كبير جدا جدا. اكتب لي بقى في التعليقات انت حبيت ايه او عايز تستثمر اكتر في ايه، وانا هديك كل التفاصيل عنها ان شاء الله. جه الوقت ان انت تبقى فاهم كويس جدا انت بتشتغل ازاي، بتعمل ازاي. الربح من الانترنت ربح سهل جدا جدا، ولكن محتاج ذكاء ومحتاج عقل. ان انت ما تندرجش تحت اي منصه تقول لك انا هديك كذا. طب ما انت عارف مصدر الفلوس دي من المنصات المأكوله ايه؟ منصه يوتيوب، منصه هارفي، منصه الرمال البيضاء، هوبجول، كلها منصات مشبوهه يا جماعه. وغير كده كمان فلوسها حرام. احنا عايزين فلوس حلال وكمان نربح من الانترنت. وانا معاكم الفترات الجايه ان شاء الله هقول لكم على حاجات مهمه جدا جدا هتفيدكم بشكل كبير جدا ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا ابطال ان شاء الله، وتقدروا تذبحوا بالحلال، وربنا يرزقكم دايما بالحلال يا رب. سلام عليكم.